أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمد صحيفة سهو شارادنا طبعا درسا شودا يعني أم بردوان بون بابتا أو جنن قول إنسان محرم قو زواج القلوابكي موضوع النساء اللاتي يحرم نكاحهن ما بحثت دي نقطة أساسيكر يكجي أو بيركن قول إنسان محرم حرمتك أبدي، بمعنى أنه أف حرمتها هنا بردوامة مستمرة حتى وفاة إنسان. أف حرمتها أبدي سي سبب ويهنا سببك جي أو بولادتا إنسان تشدبي نتيجة قرابته، يعني خشكاتا دايكاتا متكاتا خاتيكاتا. أف بيركي هانا أف جروجا قو خودي تعالى تدي دنياي حتى روجا وفاتاتا أف بيركلتا حراما. لكن دعيني وقت دجي دنوع ندي هنا دصنف نديش بيركا هبون قو أوجي بردوام حتى جيانا إنسان هيا حرام قول قلوانا زواج بكي لأبهر دو صنفي دي نب ولادتا إنسان تشدبن بسببك بسدمك تشدبن. أوجي ماني زمان قو يكجي بسبب المصاهرة يعني زواج يعني خسوات مثلا، ينجي بسبب الرضاعة يعني قو نتيجة قو تشيري هنكا بخوار يعني هنك شيري دايكا تبخوارن، فبوي سببهن بيركل حرام دبن أوجي حتى جياناتها هي. لكن أف حرمتها هنا نبو ولادتها تتشيبو. أظهرسي قسمي قد كفنا بن سيبرا الزواج المحرمات حرمة أبدية، النساء التي يحرم نكاحهن حرمة مؤبدة يعني حتى قو جيانا إنسان هيا أف بيركي هنا الإنسان حراما. قسم دوا قو مآني زمان قو البيركن قو حرام التالي حرمتا وانا مؤقتة. معنى قوتنا حرمتا وانا مؤقتة يعني سببك هيا سدمك هيا بوي سببي بوي سدمي أف بيركا هنا حرام بوا حتى قو أف سبب هيا وقت قو أف سبب رابو نما وجوداوي هيا أف بيركا قو دهل حرام بو إيرو سببي وينا نمها إيرو حلالا. ومآني زمان قو أونا تشك يعني تش أصنافن إيه مؤلف جمرة داخو ياكرن قو يكجوانا الجمع بين الأختين يعني كومكرنا دخشكاد عقد زواجدا، ينجي الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها يعني بيركو متكاوينا بيركو خاتيكاوينا بيركو كچا خشكاوينا بيركو كچا برايوينا. أف حميجي أصناف قو حرام لتا حرمتك مؤقت يعني بسبب جو خشكا ويل جمتيا بسبب جو برازيا ويل جمتيا بسبب جو خوارزيا ويل جمتيا بسبب جو متكا ويل جمتيا بسبب جو خاتيكا ويل جمتيا ميادي التا حرام كر لوقت جو أف بيركا قول جمتا وفات كر ينت بردا أو قلت حرام بو بسبب بيركا أول آنهالتا حلالة. طبعا البيرا وبيجي قاعدة قو علماء دانيبو يعني زمان قو أو بيركينا قوتن أو دي بيركن أجر فرض بكن يكجوانا زلام بي يعني نكارن بهفر زواج بكن يعني نمونا المرأة الجمع بين الأختين كومكرنا دخشكا دي عقد زواج ده فرض بك يكيجوانا زلامة يعني خش كبرى شنابن كتشكو متكاوينا فرض بك يكجوانا زلامة برازية آما نابي لفكم ببن. فأف قسمي دي دوابو قسمي سيسيا قو أو بيركا زيدي تشارجنا يا تشارا قو أو بيركا قو نأهل الكتابة يا بينجا قو بيركا قو متزوجة يعني ميريوي هي أصلا شنابت قلونا زواج بكي يا شاشا قو بيركا قو يعني أثناء عديدة يا تش عدة وفاتي بي تش عدة برداني بي ما دام عديدة يجي أف بيركا هنا بسبب عدي حرام قوت مهر أخوة بابي جيل سر وقت قو عدة وينا رابو هاين كانت كاري زواج بكي. أفنا حميجي خلاصة درس ما يقو درباس بونا
ياغو ام الجمو ناس سكنين يعني نوعي حفتابو جبيركن قلت حرام حرمتك مؤقت او جياغو مؤلف جرد بيجي دبي المرأة المطلقة ثلاثا بيركا قهاتية بردان بسي طلاقة فلا يجوز لزوجها أن يعود إليها حتى تنكح زوجا غيره زلامي وإيغو بيركا خبرداب سي طلاقة نكاري الفي بيركا هانا فقري حتى قو أف بيركا هانا زواجك ديبكي أو زواج رنجي ويناتشيا إيه مؤلف قو نكاحا شرعيا صحيحا جرك أف نكاحا قود دوا بيكرن أف بيركا قو يعني ميري وي أو برداب هرسي طلاقة نكاري الميري خو فقري إلا قو يعني أف بيركا هانا هري زواجك طبيعي بكي هذا مقصد داق مؤلف وقت جوجمرة قوت نكاحا شرعيا صحيحا يعني نكاحك طبيعي نكاحك نورمال يعني أف بيركا هانا خوازجيني وهاتن طبيعي أف بيركا هانا قبول كر طبيعي زواج كر طبيعي زواجه وبداوي بوجي طبيعي تشب وفاة زلامي وينا ايد دوا تشب برداني جي هنگاني وقت قو عدا ويخلاص بو زلامي اول حقي وهي وك حقي ضاق زلامي دي قورن في بيلك هانا بخوازن هذا معنى قوتنا وينا نكاحا شرعيا صحيحا ثم يطلقها الزوج الثاني او زلامي دوا وبردي بردانك طبيعي وتنقضي عدتها منه عدة ويجي خلاص بجبردانا ددوا زلامي ددوا فإذا حصل ذلك جاز لزوجها الأول أن يعود إليها ويعقد عليها عقد زواج جديد يعني زلامي وي أول أو جي سعره وي بسعره أي زلامك دي كاري هري بيركها بخوازي وقت جو قبول كر بيرك جو بيرا زواج بكي محتاج عقدك نكاح محتاج مهرك نوى دليل في مسألة هاجي حمد شيء مؤلف آني قال الله تعالى فإن طلقها يعني زلام أجر بيرك خبردا فإن طلقها أي إذا طلق الرجل زوجته فلا تحل له يعني نحلال زلام ويرا من بعد حتى تنكح زوجا غيره حتى زلامك ديبك فإن طلقها زلامي دوا أجر بردا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا گنه لسر وانا نينا بوجارة كدي زلامي كفن أول لفي بيركا هانا فقري إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون طبعا أب نقطة هنا قالي خورتاج بو خاطري جوجورة معلوم به يعني دجفاكا مدى يعني جيت فقهيدا دو نقطتين إثارة كرن يعني أو قوتنا قو مؤلف قوت نكاحا شرعيا صحيحا مقصد بيقو زواجك طبيعي زواجك نورمال بي بلانكري تشتي قول جواتي جارنا تشيد بموضوع تدبيري موضوع قوهات زواجك بلانكري يعني مصطلحات ما جواكي ديانجي حتى دكتيبي فقه دا جرتي قوتن جحش القاضي جرتي قوتن تجحيش قالك نافالي دكن لفظي قو حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام بكار آنيا لفظي براني بدين يعني براني خلقي بيخنبر عليه الصلاة والسلام نافلي كده قوتي التيس المستعار براني قوت بدين جم خلقي بيني أب نقطة هنا دي صورتي ويهنا يعني دي شكلي ويهنا نقطة أول طبعا خلاف دكودة ديا خلاف دس شكل النكاح ديت شكل عقد زواج ديا يا أول ونقطة دوا موضوع علاقة زوجيدنا بين فيجني وميري دوا جبو خاطرقو كارب الميري خوي أول فقري نقطة أول موضوع الشكل عقد نكاحي شكل عقد نكاحي درنجي خوهنا رنجي أول جو زلام ده أثناء عقد زواجي ده جبيرك ربيجي از مهر بتردكم جبو خاطري قوت الزلامي خوي أول فقري يعني معناه وينا ده أثناء عقد زواجي ده هرتشت واضحة جفاكرة معلومة جماليرة معلومة شاهدة معلومة زلامي نو خوشك مسألة فهمدكي بيركان قوت زوجي مسألة فهمدكي زانن قو أف زواجك سوريا فقط منا جسرك يا منا كدريك يا جبو خاطري قول زلامي وي أول فقري فبلفظ خوجد بيجيم تزوجتك أو
تزوجتك على أن أحلك لزوجك الأول، يعني بترد زواج دكم جبو خاطري قلت بميري خوي أول فقري. اب نقطة هنا بذي لفظي هنا يعني جي بذيه شكربونا هنا أثناء عقد زواجي ده خلاف علماء هيا. قسم أول فقهاء مذهب مالكية ومذهب حنبلية دبيجن أف شكل عقد زواجي قويات شيبو أساسا عقدك زواجك باطلة تقيمتي ونانينا، وحتى نزلامي أول ونزلامي دوا حميجي جيرا غريب يعني أفنا وكأنه تشي نبوة جبرقو أفنا يعني تشتكي ندرستا حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام دليل وايا دمي قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام جوارا قوتية ألا أخبركم بالتيس المستعار أجوار بحثة براني بدينكم قلتنا بلى يا رسول الله قال هو المحلل قلت او كسي قو تي مهرا اخوال جنك دبري جبو خاطري قول ميري وي اول فقري بيخبر عليه الصلاة والسلام بيجي لعن الله المحلل والمحلل له لعنتا خدي لوي اوي ددوا زلامي ددوا اوي قو زواج ديك جبو خاطري قو جنك الاول اول فقريني ولعنتا خدي الزلامي وي اول اوي قو بمثل جرازي دبي. فقولي اول قول مذهب مالكية قول مذهب حنبلية هردو مذهب دبيجن اف جيروكا هنج اساسي خوفك ينبوا وافنا عقدك باطلة. قول ددوا قول امام حنفية امام حنفي دبيجي اف مسألة هنا درست عقد صحيحة لكن او شرط باطلة يعني زلام نايخ وستن جو اف مسألة هنا يعني تنفيذ بكي يعني خلاص اف بيركا ددوا ابو بيركا وينا وافنا شرطك فاسد وشرط فاسد نمعنا وينا جو عقد زواج باطل كر. اف قول مذهبي حنفي بو قول مذهبي اول مذهبي شافعيه مذهبي مالكيه مذهبي حنبليه يعني قول جمهور فقهاء دبيجن باف عقد زواج وكانه اساسي خوفك نبو تقيمتي وينانينا. نقطه ددوا دبي وقت قد اثناء عقد زواج دني قوتن لكن جفاكر الناس كريا يعني حمد زانن قو اف زواجا ددوا زواجك سوريا ما اف زلامي ها انيه جبو خاطري قو في بيركا هنا مهر بكي جبو الزلامي اول فقري لكن اثناء عقدي ده في لفظي نايبيجن يعني هشكرناكن لفظ زواجي مهرين نورمالا زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله وعلى المهر المسمى بيننا وبحضور الشهود هذه جدا قبلته ومسألة قضايا يعني اثناء لفظ عقد زواجي ده موضوع التحليل موضوع جبو خاطري قو والله افحيله شرعيه قد ميجيه خل كده بحث ناكن لكن جهر كثيره معروفه جفاتره معروفه كثيره جينا معروف بكيماني جهر سيكاره معروفه ميري اول ميري ددوا وججني كيره معروفه. فاف صورتها هنا سي قولي علماء تدهنا ينجي ام بيجن دقولي علماء هنا قولي ددوا قولي مذهبي شافعيه يعني جبرقو مذهبي شافعي دقولي ويد في مساله هذا هنا. قولي أول وقولي مذهبي مالكية وقولي مذهبي حنبلية دبي أف عقدة هانا أف مهر هانا تقيمة جيرانينا وكأنه نبوة سبب ويجي أوج برقو أحكام الجم مذهبي مالكي والجم مذهبي حنبلي بنيتانا العمل بالأحكام حسب النيات يعني القوري نيتا في إنساني عملت قبول كرن راستا يا مراستا. مقابلي فانا مقابلي مذهبي مالكي مقابلي مذهبي حنبلي مذهبي حنفي هيا مذهبي حنفي دبيجي اف عقد زواجي عقدك صحيحه ما دام لفظ زواجي نهت يعني لفظ تحليلي ده اثناء عقد زواجي ده نهت بحث كرن فاثناء عقدك زواجك راستا واف زلامي ددوك دبي بيركا وينا وقو بردي جيج زلامي اول حلال دبي بشتي قعدة وينا خلاص دبي جبرقو عبرات الجمة بالأحكام الظاهرة يا مذهبي مالكي مذهبي حنبلي قو عبرات الجمة بالنيتايا مذهبي حنفي قونا عبرات الجمة بشكل ظاهريش أحكام ريا. مقابلي ظاهر سيكا مذهبي شافعية مذهبي شافعي دقولي ويهنا يعني إمام شافعي شلو جوجورا معلومة دم يقول بغداد ودم يقول عراقي بو قولك ويهبو وقت جوهات مصري قول النرين نخواه النرين يخواه جوهرتنا
فد مذهب ده معروف بفلان مسألة لقوري قولي شافعي ايه قديم، وفلان مسألة حلال لقوري قولي شافعي ايه جديد. فقولي إمام شافعي ايه قديم دماغو العراقي بو لقوري مذهبي مالكي وحنبلي بو دقو عبرة الجم بنيتايا. فبالتالي اف مسألة عقد زواجي ولو هشكرة ونكرية لحمبت زانن دقو افنا زواجك باطلة وجميري وي او رجي حلال نابي. لكن قولي ويد دوا على المذهب الجديد بيشتيقو هاتيا مصري دبيجي اوجي وكا مذهبي حنفي دبيجي نا ما دام شكلي عقدة ظاهري درستا تإشكالي تدنين تألفاظ تشرطي فاسد تدنين فأفنا عقدك زواجك راستا. اف نقطة أولى دي مسألة صورة زواجي دا كاقلو يعني اف زواجا قو دناف جواكي دا خلق تزانن قو اف زلامي اددوا ومينا كبريكي يكاقلو زواجك راستا يانا راستا. نقطة ددوا دي مسألة يعني زواجا تحليلي دا قو موضوعي يعني امجرد بيجن دي فقه دا الدخول. طبعا في مسألة دا علماء فرقي دخلنا بين الدخول الشرعي ودنا بين الخلوة الشرعية. دا بيجن جبو خاطري جو مسألة جو ميري دوا بشتي برداني كاربي في بيركا هانا أو زلامي خوي أول لف حلال بن دبي لا يكفي فيه الخلوة الشرعية، يعني خلوة شرعية تاني نبصة دبي لابد من الدخول، يعني لازم جو جماع شبي او علاقة جنسي اوادنا بين جنو ميردة لازم تشبي اگر تشي نبي حتى جو عقد زواج بشكلك يراس جي بيكرن دبي افز جنا هانا زلامي او ور حلال نابي. طيب قوتن جو خلوة شبو يعني كتنا او دكي ده دليل خداران لتشتكنا بين وادا تشي نبو قونا دفئي مسألة ده مقصد بي او دخول نمقصد بي او خلوة شرعي. طبعا افجلوكا هانين لقوري وي دليل جو مؤلف جي كتابه دانية اواجد بوراوى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاع القرظي صحابيك بيخنبر عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني. رفاعة أزبردامة فأبت طلاقي يعني بردانا من بوسي طلاق أجفي مسلاها خلاص بم شبر قول جمع معروفة وقت مسألة إلي فقه ده أن بالطلاق بائن بينونة كبرى يعني أوابشتي سي طلاق قول مسألة قضاء وبائن بينونة صغرى بمعنى طلاق أول طلاق دوا قو أم اختصار دك أن بالطلاق رجعي. طلاق رجعي يعني اف بيركا هانا واف زلامي هانا هيجي دكارن لفدو فقرن. اما بينونة كبرى ابت طلاقي يعني هرسي طلاقي من دانا. فتزوجت عبد الله بن الزبير. طبعا افز كتابة خوينم لكن اباقو مؤلف قوتيا فتزوجت عبد الله بن الزبير افنا نراستا افنا غلطيك جم مؤلف تشيبوا يان غلطيك اثناء طباعتها كتابه دا تشيبوا جبرقو عبد الله بن الزبير او يقو خليفه مسلمانايا او يقو حجاج بن يوسف الثقفي او دالقان دو صلبان دالنيزيكا كعبه زواج نكر يلقل رفاعه القرى بيلكا رفاعه القرظي ايجو زواج كريا براي عبد الله بن الزبير قنافي وينا عبد الرحمن بن الزبير. فدبيقو مؤلف دفردا شاشيك يان ايه طباعة دا اثناء اختيقو برتوك شاب كرنا دبيقوش بدلا عبد الرحمن عبد الله نيفسان دبي لكن يا راس فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير انما معه مثل هدبة الثوب يعني مقصد بي او هدبة الثوب يعني ام بيجن قه كي جل يعني بمعنى انه او عضو وي ذكري يعني قدرته وي جسدي نينا جو كاربي جماعي بك جو كاربي عمليات جنسي بك يعني بمعنى انسانها قدرته وي جنسي نينا. فبيخنبر عليه الصلاة والسلام جينا قوتية أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة تخوازين رفاعة فقرش برقو رفاعة نوكوية لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. بيخنبر عليه الصلاة والسلام تشبيها ام بيجن لذتا جماعي خوشيا جماعي ببارچك ام بيجن جي تعمكرنا هنجف.
فبيغمبر عليه الصلاة والسلام دم يقول بيجي حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، بمعنى انه حتى قد تخشيا وينا ببيني او خشياتا ببيني. فأبناء أف حديثة هنا اعتبار كرن هر چار مذهب شافعي حنفي مالكي حنبلي انه جبو خاطري جو بيرك كاري بالاسلام خوي اول فقري لازم مسألة دخول شرعي شببي نمسألة خلوة شرعي. دفي موضوع ده يعني قولك تاني هي الجم تابعية كي قالك ما ظن في ونا سعيد بن المسيب ينجي تابعي كي دي سعيد بن جبير، سعيد بن جبير اويجو حجاج بن يوسف الثقفي او كشت اويجو جرقود جو منابه تشيه جو سعيد بن جبير جو بل انت شقي بن كسير جو داي كامي جو ازدام الدنيا يعني او تشيتر نافي من ناس دكي. أظهر دو عالمي هاي هري مظن دبيجنا مجرد خلوة ولو دخول جي تشينبي اف بيركا هانا لزلامي خود فقري، لكن هر چار مذاهب دبيجن دبي لازمة دخول شرعي تشبي. حتى في نقطة السؤال وهنا قالي خورتاش بري قوم درباس بنا فصلك دي حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيته. إذا برسك ما هي كلامك أبناء حسب حيلاك ولو يعني حيلا شرعي بيقومان حيلك يعني، لكن او حيلا شرعي شوتنها فيمكر لقوري اراء مذاهبها يعني ايجو بالنيتا ميزدكن وك مذهبي مالكي وك مذهبي حنبلي اشترى قوتن قو ابنا نحيلة اساسا ابنا نمقبولة يعني وكأنه نينا يعني حتى قلت بكيجي ترابي بي تدبيرها هنا ترابي ديني يعني جم هردو مذاهبش خود شينابي وزلامه دواجي يعني نكاري درباسي جنب زلامه ازلا بيركا هاببي وقو درباس بو اب علاقتها هنا علاقتك زنايا علاقتك حرامه شماش برقو جمع عبرات او عمل نيتا ميزدكن مذهبي حنفي وقولي دوا الجم مذهبي شافعي ويوقو شكل ظاهري جمر مهمن ها شكل ظاهري مسألة دلاغ او إشي خودية شكل ظاهري اب عقده هنا تبرز غريك تيدا هيا قونا يقو يا دلا ديا عمل قوري ظاهر دمشن فالقوري فيناتي فين بكي كأب حيلة شرعي الكودة مقبولة. سؤالك دي بري قوم درباس بن سيدا مقو قوري درس أول ما بري تعريف النكاح تزاني دبيجن النكاح حقيقة أن بيطلق على العقد ويستعمل مجاز في الوطء درس أول بري يعني أنا قورا مذهب الشافعي دماغ يعني عقد تاني بس يعني قورا أم بيجن قولي واني نو راسلا او نقطة او مسألة تعريفة عقد النكاح يعني قوتنا عقد النكاح او قوتنا قوت كهنا قسمك مذاهب اعتبار ديك مجرد العقد يعني كافية نافي نكاحة وقسمك دي اعتبار ديك عملية الجماع نافي نكاحة. لكن دي في موضوعي جو ام بحث ديك الموضوعي جوجرتي جوتن زواج المحلل جبرجو النص بهاتي حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام بهاتية موضوع إطاري عقدي درخستية يعني نها بيركا رفاعة شو خلاص عقدا خوي زواجي شيكر يلقى عبد الرحمن بن الزبير تبلو ويجي بيخنبر عليه الصلاة والسلام شرطك يدي درباسي مساليكر جو موضوعي علاقتها جنسية موضوعي جماعية حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أف موضوع علاقة ونا بتعريف علماء نينج برقو أفنا شرطك زائدة بيخنبر عليه الصلاة والسلام درباسي مساليكرية. بله سيد عرف خد اشتروا تمام أمبر دوام إن شاء الله. حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيته مسألة شارجني وحكمة جفي مسألة هانا لقوري إسلامي. نقطة أول بيجي حكم تعدد الزوجات دبي تعدد الزوجات مباح في أصله. قال الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. النقطة هنا قول مؤلف تعدد الزوجات مباح في أصله قلتنا مباح أف معنى وينا يعني نواجبة نسنة وقو قلك إنسان ظندك بحقي ميا حقي تيشيا أف جنوكي غلطت جباكي دبي والله مسألة شارجيني حقكش حقي مروفي مسلمان قلت نتجي خديا موضوعنا في وينا مباحة قلت مباح يجري عليه الأحكام الأربعة يعني معنى قلتنا يجري عليه الأحكام الأربعة مسائل مباح ده يعني دبي قد حالتنا ده واجب به
ودبي قلت حالتنا ده سنة به، ودبي قلت حالتنا ده مكروه به، ودبي قلت حالتنا ده حرام به. يعني قلتنا تعدد الزوجات مباح في أصله، قلتنا مباح يعني تجري عليه الأحكام الفقهية الأربعة من الوجوب والحرمة والسنية والكراهة. أم قلتنا قلت جباتا خلقيدة يقول والله يعني أبناء حقكي ما أم قلتنا كي نرجي خديا، قلتنا كي نراسطة، نقلتنا كي فقهية، قلتنا كي ثرزماني عوامتي قلتنا. أما يا شرعي يا فقهي قمروف بيجي مباح، وقلتنا مباح يعني دبيقو قابل بالقوري ظرفة لقوري زمان لقوري مكان، وهر إنسانك جيت احتماله تنكار بي حكمك يعامل سر جفافش درخي دبيقو الشخص حتى الشخص حكمي مسألة تعدد جنا بيقو هرتن يعني تبي بين دبرانا دبيقو جيكيرا سنة بي جيكيرا حرام بي القوري أزنها مكمنا تفاصيل ويدا. طبعا دليل بين مسألة هنا مباحية شكود آني مؤلف قو آية قرآن بيروز وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أصل في آية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، اليتامى كشكن سيوي أوي قوتو وصيوي لتنحرى ما تكارب إلى زواج بكي نتيجة قوت وصية ويت بن أمرياويد تأمرياويدك يعني تولي أمريوي طمايي تشيد بي ياند مالي ويدا ياند جمالا ويدا فجبو خاطري وي طمايي، ونتيجة قوت بن دستي تدايا ينجي بشكلك يعام نتيجة قوت سيوية فتطمايي دكي قوت مهراوينا نديدا يان تطمايي دكي قوت كيمي حقي ويد مهريدا بديدا. هأب آياتها قد أجر وندزانن ونبي حقية بكن ونبي عدالة بكن ده حقي فانسي ويادا القل فانسي ويا زواج لكن هرن جنك دي زواج بكن جبو خاطري قوون كاربن حقي وانا كامل بدنا وانا. ومعنى الآية إن خفتم إذا نكحتم اليتيمات، قلتنا اليتيمات قلتنا كي عامة لكن أثر دهاتيا دي مع عائشة قلتيا تلك اليتيمة تحت ولي أمرها أو وصيها يعني أو كتشاغو يعني ولي أمرك ويهيا وصيك ويهيا يعني نوعك أم بيجن تشاوب كردي بيجن نوع من الدلال سرهيا نوع من المونة سرهيا نتيجة قوة تربية كريا. إذا خفتم إذا نكحتم اليتيمات ألا تعدلوا في معاملتهن فقد أبيح لكم أن تنكحوا غيرهن مثنى وثلاثة ورباع. ولكن قد يطرأ على التعدد هذا قلنا مسألة يعني عقد تعدد الزوجات في أصله مباح قلنا مباح هذا يقولها مؤلف شرح دكي، ولكن قد يطرأ على التعدد ما يجعله مندوبا أو مكروها أو محرما. يعني أجبركم مباحة دبيقود حالتنا ده سنة به مندوب به، دبيقود حالتنا ده مكروه به، ودبيقود حالتنا ده حرام به. نقول والله ما فهم كريا وكي هرجار حقي منه وقرك الزواج بكم وشارجن إسلام يجمر حلال كرنا. إسلام يشتر حلال نكريا، إسلام نقول يا شارجن اشترى حلالا، إسلام يقول يا مباحة وقلتنا مباح يعني كبير بن سيبرا ظروف هذا حال إنسان ده دبيقو واجب به دبيقو مندوب به، مندوب بمعنى سنة، ودبيقو مكروه به دبيقو حرام به، وذلك تبعا لاعتبارات وأحوال تتعلق بالشخص الذي يريد تعدد الزوجات. لقوري حالي في زلامي قد خوازيم قو هري زواج بكي شمرة أمثلات يعني إيه مؤلف حمي شرح محاولتك قو شرح بكي دبي. فإذا كان الرجل بحاجة لزوجة أخرى كأن كان لا تعفه زوجة واحدة أجر زلام يعني خد تعالى قوتك جنسي زيادة دايدة جنك تاني نبصيوية يعني تعفه بمعنى جنك تاني تيراوينا ناكي قم منعوي بك بحرامية ده هذا معنى وينا. أو كانت زوجته مريضة أو عقيما أجر بيركا وينا نخوشة نصاغة ينجي بيركا وينا عقيمة بمعنى زاروكا نايني أو ندخوازي زاروكا بيني وهو يرغب بالولد وغلب على ظنه أنه يقدر على العدل. هذا شو معناه قلتنا عدلية ما إينا سر مسألة داوية مبحث ده
الگۆری هشی وینا الگۆری زانەبوونا وینا الگۆری فهمی وینا ئەگەر ژنێکی دی بێنی دۆ سێ وێ کاربێ عدالەتێ بخێنا بەیناوادا دەبێ کانە هذا التعدد مندوبا ئەف حالەتە هەنا ئینسانەکە محتاجة يعني زواج بكيش بلقو خدت على قدرتك جنسي زي دايدا بيرك تاني نبصي ويا يان اف بيرك اقول جموينان نخوشا نساغا نكارب اركو واجبات خوي زوجي رابي يانجي بيرك كي طبيعية نورمالة اللي خدت على وقد بيجي بلاءك جرى آنيا زاروكا نايني وافنا دعوة زاروكا ديكي ودزاني لقوري امكاناتي اخوة لقوري قدراتي اخوة اگر هر زواجی جی بکی عدالتی و بکی ظلمه ناکی ها بذي صورتي دبي مندوبة يعني تشتكي باشا بكي سنة بكي دبي لأن فيه مصلحة مشروعة وقد تزوج كثير من الصحابة رضي الله عنهم بأكثر من زوجة واحدة دبي أف حالتها هنا درستها سنة جبرقوا مصلحتك شرعية دهيا أو مصلحتها شرعي ضدونه يكجي انه اب انساني هاجيتي خوستن جو نفسها خو بباريزي جو بكفي حراميه ده نقطه دوا جو اب انساني هنا الزاروكا تقري موضوع يقول زاروكا جي تقري موضوعك بيخنبر عليه الصلاه والسلام حث امته خوكريا قوتيا تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه فهرتوا مصلحتك شرعينا فهو انسانك جو دفي مساله ده تفكير دكي وقدرتها وهي الجوري زانبونا وينا الجوري فهمي وينا انه كاري عدالتي بكي انساني هنا مندوبه حالة الدوا إذا كان التعدد لغير حاجة وإنما زيادة للتنعم والترفيه نمحتاج جنكي ديا جنا قول جموينايا بصيوية وزيدية لكن دخوازي بكي مريد دجنا وكس الفا قول جمب كورمانجيد قوت اندقو مروفي كورد اگر دقروشي وينا زيدة تشيبون ياد في هري جنكي دي بيني ياد في مروفكي بكوشي مسألة جموينا قراتية وكيف خوشية ومظهرك مظاهري زنجيل بوني ترى تشاوا سيارة وينا آخر موديلا ينجد بجن صون موديلا دفي جامل مري دجنابي مري سيجنابي هذا إنساني هنا وشك في قدرته على إقامة العدل بين زوجاته والزانيجي يعني شكا ويتشد بأنه والله وين كاربي عدالتنا بين وادد بكي فإن هذا التعدد يكون مكروها هنگاني أفاقو جمتا مباح بو أواقو تجمرت بيجد بحاق منها أعضانها مكروهة لأنه لغير حاجة ولأنه ربما لحق بسببه ضرر في الزوجات من عدم القدرة على العدل بينهما بسبب ذي مسألة هنا بيقو ظلمي بكيش بيقو تعديل بكيل فانجنا هنا دليل شيء حديث بيخنبر عليه الصلاة والسلام دمي قد بيجي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني أو تشتي قوت يعني تجيب شكي تجيب طرسي تركا وينا بك وهار تشتي قوت تجيب مواسقي تشتي قوت تجيب بهور مندي يعني هذا معنى حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام حالتها أساسية وإذا غلب على ظنه أو تأكد أنه لا يستطيع أن تزوج أكثر من واحدة أن يعدل بينهما اگر جموینا متأكد بو اگر دجن بكلا دجن يان سيجن يان چارجن نكاري عدالت بخينا بين وادا اما لفقره يعني فقيرة نكاري واجبات بارابي او لضعفه مقصد جي ضعفتا ويناي جسدي نكاري بأركو واجبات خوي جنوميراتي رابي او لعدم الوثوق من نفسه في الميل والحيث يعني جيج نفسها اخوانا راضيه والله وحجيه كيبك زيديا دي او حجيكرن تاني وين هاب مردر باس بحجيكرنا دل تاني برزغريكا وينانينا لكن حجيكرنا دل اواغو مروف دح ددي جوبال جو ظلميل يادي بك فإن التعدد عندئذ يكون حراما أباقو تدقو حقي منها أباد بي حالته ده بو حرام لأن فيه إضرارا بغيره برقو تعديل غيري خدك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار أبناء حديثة بخنبر عليه الصلاة والسلام قوم مسألة زحمتية الظلم شنابا بنا ميداني وآيات قرآن بيروز وقال الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أجر ونطرسان قون عدالة نكن عدالة نيادلي
عدالة ظاهري جبرقو يا دل دستي خدي تعالى دي يعني مثلا حزكرن ونحزكرن موضوعك يقريدايا يعني إنسان سيطرة ويل سردل نينا از بحثا حجيكرن دكم يعني حجيكرن نورمال يعني تشتكي قدرتها إنسان سروينا نينا فمروف حجيكي بكي زيدية دي أبنا طبيعية يعني حتى بيخنبر عليه الصلاة والسلام أب مثلا هنا بين درباس بوا أم بحثا عدالتي دكم طبعا وما تفصيلها ونائي يا بشكل ظاهري. ويجب أن يعلم إنسان قرق بزانبه أنه لو عدد الزوج في الحالتين الأخيرتين وعقد على ثانية يعني أو حالة ددوة أواجو مكروهة وحالتها سيسية أواجو مجو حرامة أجرهاتو تشوكر دبيجي كان العقد صحيحا وترتبت عليه آثاره دبي أف مهرا جوكر مهرا كراستا وبمعنى يعني وترتبت عليه آثاره يعني أجر تشوجم بيركا ددوة أف علاقتها أنا علاقتك شرعية ليجو نهكارا يعني مقصد جي بيشتي جو حالتها ددوة دقو مكروهة وحالتها سيا جو حرامة لما نحسان دو تشو زواجكر بيركك آني ومهرا خو آبت السر درباسي أودي بوب في بيركا هنرا رازا يعني معنى علاقتها جنسية جنو مراتي بفي بيركا هارا تشيكر دي بيجيت أب علاقتها زوجي علاقتها كراستا ليز لام جو نهكارا بمعنى أب علاقتها جو تشيبو نزنايا علاقتك شرعية لكن زلام جو نهكارش برقو تزاني جوي ظلمي بكي دبي. وأما العدل المطلوب حصوله بين الزوجات عدالته جو أم بحث دكن الذي أوجبه الإسلام على الرجل الذي يجمع بين أكثر من زوجة أو زلامي جو بزيدي بيركك الجموية إنما هو العدل والمساواة في الإنفاق والإسكان والمبيت وحسن المعاشرة والقيام بواجبات الزوجة يعني أو شكل ظاهري ده مسألة مصروفة مالي ده مسألة خينية ده مسألة أم بيجن قسمتها رازانا وينا ينجي هبونا والفي مالي والفي مالي دانو ستاندنا وينا حسن دا معاشرة وينا بوارارة أفنايا قوتي خوستن عدالة أما ياد لا أفاد لا دستي خودي تعالى دا يعني مروف نكاري يعني سيطري لسربكي بيخنبر عليه الصلاة والسلام جي بيشتي قو عدالة خوي ظاهري أفاقو الانفاق ومبيت وحسن المعاشرة ذكر بيخنبر عليه الصلاة والسلام دقو يا ربي لمن نقرأ تشتم قود الدلي مديش برقو أف قدرتها منها يعني فمعف بدأ عفوكرن. أما المحبة القلبية التي لا تولد ظلما عمليا لإحداهن أو حجيكرنا دلي أو مروف دحف نادي جو ظلمك الجنة كديبك عمليا يعني والله جبرقو حجيا أو ددوا دكم أزرابم مصروفة يا أول قوت بكم كيم بكم يعني خينية يا ددوا أز برنجك جرنجا كيماسية بخميدة أو عدالتها قوتي خوستن أما ميلا قلبي أواجو وظلمناكي فليست من مقومات العدالة المفروض تحصيلها بين الزواج ناي خوستن شما ناي خوستن لأنه لا سلطان للإنسان على قلبه في موضوع المحبة دستي خدي تعالى ده موضوع دل ولعل هذا الذي عناه القرآن الكريم بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم عدالتها ددوا أو أقول آياتها ددوا ده بيخم خدي تعالى بحث ديكي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم عدالتها قلبي عدالتها محبتي حتى قلت بخوازي تبي نتحشي كيد كي بهترجيا ددوا أي لا تستطيعوا أن تمسكوا بزمام قلوبكم في تحقيق المساواة في المحبة مسائل دلدة فلا يحملنكم الميل القلبي إلى إحداهما أكثر من الأخرى على الظلم والإضرار بلا ودحف ندي حجيكرنا وج يكيش بيلكارا جو ودحف بدي جو رابن ظلم اليادي بكن. أما العدل فيما ذكرناه من النفقة والإسكان والمبيت وحسن المعاشرة فهذا أمر ممكن لكثير من الناس موضوع عدالة مصروفة مالي دا خيني دا هابونا والفي مالي والفي مالي حسن معاشرتها وينا دبي أفناد دستي قلك كسادها يعني قلك كسانا إمكاناتي وهنا قدراتي وهنا جو كاربن في عدالتي بكن.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث بيغمبر عليه الصلاة والسلام بعد عدله في القسمة والمعاملة بين نسائه: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني يا ربي أبا قوم مكر أبا ظاهري أب عدالته شكل ظاهري بمصروف داد حسن معاشرة داد هبونا مدى لفر ولفر أبا قوم مكر فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أواقو دستي تدي ندستي مدى موضوعي دلا موضوعي حزكرني. وذلك فيما يتعلق بأمر الحب وميل القلب، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من بقية نسائه. بيغمبر عليه الصلاة والسلام تبلغ عدالة ظاهري مسائل أم بيجن إنفاق داد مسائل مبيت داد مسائل سكن داد مسائل حسن معاشرة داد الحمكة يكبو لمسائل دل بيغمبر عليه الصلاة والسلام حجهن جني خود كربه ترجهن كدي وقو تشاوى مؤلف إشارات كريل دي مع عائشة وأبناء يعني مشهورة حذكرنا بيغمبر عليه الصلاة والسلام جاء عائشة حتى روايتك هي جو يعني عمرو بن العاص دشركي دفقرايا سركيشيا ويشري كريا دوي شري دجيب سركتيا فهاتي جباتا بيغمبر عليه الصلاة والسلام محاولة كريا يعني نتيجة قوم تشري خدا بسركتيا خو بدي خويا كرندنا أصحابي هذا فش بيغمبر عليه الصلاة والسلام سؤال دكت يا رسول خدي تشكي بهتر حزدكي ويظن كريا انه يا از نو شر هاتما واز بسركت ما تشري خدا فبيغمبر عليه الصلاه والسلام ويجرى بيجت اسحشتتكم يعني ناف جباتي دوي كمكسبك يجرى بي فبيغمبر عليه الصلاه والسلام برسفا وينا دايد ناف جباتي حمكي دا قوتيا عائشه وقتی قوتيا عائشه وكبر خوكت يا قوتيا يا رسول خدي از نبحثا بيركاتكم از بحثا زلاماتكم يعني تيت وكم محاوله كم بيجن خط رجعه قوتيا ابوها يعني حتى جناف زلامه يجي بابي عائشه دكم فحذكرنا بيغمبر عليه الصلاة والسلام جاء عائشة واضح بو زيدي عائشة ديما خديجة بيغمبر عليه الصلاة والسلام جي حزدك حتى درجك عائشة بخود بيجي اجتبي لك بيغمبر عليه الصلاة والسلام غيرت مرة شي نبوة وكي جوج خديجة مرة شي بو تبلو جو ازو خديجة بهفرة كوم نبونا يعني وقت جو ازبوما بيركا بيغمبر عليه الصلاة والسلام خديجة وفاة كربو لكن بيغمبر عليه الصلاة والسلام حذكرنا ويش خديجة وفاداريا ويش خديجة وقت جو حيوانك سرجي ذكرن او حيواني هنان دشيان جهبال خديجة دي مع عائشة بن نتيجة ويجي غيرة مرة شيبو. الحكمة من مشروعية التعدد شما ديني إسلامي يعني مسائل تعددية طبعا نقاطنا بحث دكي حمجي مؤلف عقلي خو بحث دكي يعني شريعتها إسلامية آيات تحديث بيغمبر عليه الصلاة والسلام نهاتنا قوفان حكمة أجمرة بيجن أف سبب التعدد مؤلف محاولة دكي يعني فين بك حكمة قو خد تعالى أف مسائل هنا مباح كريت. الحكمة من مشروعية التعدد أن الإسلام أباح تعدد الزوجات من حيث الأصل مباح كريا ولم يجعله فرضا لازما نكريا واجب ولقد أباح الإسلام هذا التعدد لأنه يرمي إلى أهداف بعيدة الغور في الإصلاح الاجتماعي لا يدركها إلا نافذ البصيرة وإليكم بعض هذه الأحكام. دبي دين إسلامي وقت يقول حلال كريا لسر واجبنا كريا طبعا دبي يعني هدفه غايته أرمانجي هن تشتنا قلكي جران دي آفايا جواكا مسلمانا دا دبيقو أف مسائلي هانا هركس فهمناكي إلا يكي قو يعني نرينك وي عقلك وي شيار هبي أو مسألة شنا دبيك ليحمي من لا يمكن أن تعفهم زوجة واحدة وهذا أمر فطري فيمكن أن يجرهم ذلك إلى ما ليس بمشروع أو زلامي قو بيلك تاني نبصيوية وأبناء موضوعك خديت دي إنسان موضوعي علاقة جنسي قوة جنسي شهوة إنسان تشتكي ندست إنسان دي خدي تعالى دي بي وقت جو إنسانك هبي زي دي خدي تعالى داي بيدا موضوع تعدد زوجي جيرة باشا تشيتر جو بكذي ريا غلطية دا ريا شاشية دا ريا حرامية دا ريا الزنا دا أو آيات القرآن بيروج مرد بيجي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فخير لهم وللمجتمع يعني باشش في زلاميرا
وش جفاكرشي أن يتزوج امرأة أخرى في ظل سياج من الرعاية وتشريع من الحقوق الملزمة والكرائم اللائقة من أن يقعوا في الزنا. يعني باشش جفاكرة وباشش ويرة وباشش بيركرة جو علاقتك شرعي تشي ببي بين سيبرا إسلامي دا حقوقي وتدا باراستي بين كرامتا وتدا باراستي بي شيترا جو أب إنساني هانا وأب بيركا هانا جيم هردو بكفنا زنايدا. ياد دواد بيجي وشرعه أيضا ليحمي المرأة من أن يلهث وراءها أصحاب الشهوات. جبو خاطري بيركجي أف بيركا جو يعني دبيجو يعني خوازجيني ويقلك نبن دبيجو ببي جهة طماية جوان كسن أم دبيجن جعف خراب يعني ببي جهة طماية جوارا وقت قد بن سيبرا بي علاقة زوجية نتيجة تعدد أف بيركا هاجيد بي باراستن لا بعقد يضمن ويحمي أبنائها. وقت قد علاقتك نشر عيدة بي تشتكينا قوي بباريزي تشتكينا حقي وينا بباريزي تشتكينا حقي وزاروكي ويجي بباريزي وإنما عن طريق المسافحة والمخاذنة بطريقة زنا مسافحة زنا بشكل عام يعني لاش فروتي أو المخادنة يعني بمعنى يارك يعني عشيقة يعني علاقتها وينا بشخصك تنير هيا مسافحة بهر كثيرة هيا مخادنة بيكيرة هيا مما يجعل تلك المرأة عرضة للطرد والحرمان من كل حق ويجعل أولادها محرومين من حقوق النسب وعطف الأبوة. بوقت جو ندبن سيبرا زواج دبي اف بيلكا جو خازجينيه وينا كيم بونا اف بيلكا هانا وبي عرضا وبي يعني دبن رحمتا وان كسن جعف خراب ده حم حقي وينا ومضاد بن. فلا أن تكون زوجة ثانية محفوظة الحقوق والكرامة أجر ببي جنا دوا حقي وينا حم باراستي بن جيرا باشترا بهزار جاري جو بزواج بمن أن تظل أيما يعني بزواج أو أن تعيش خادنة أو عشيقة يعني جوك يارك جيان بك مما يعرضها في النتيجة للبؤس والشقاء وحماية المجتمع من الانحلال والفساد. أبنا حمجي يعني مؤلف دخوازي يعني يعني فين بك حكمته جو دين إسلامي موضوعي يعني تعدد جنا مبررات تعدد الزواج يعني كما يعني مبررات وجهنا وهناك مبررات تجعل تشريع تعدد الزواج أمرا بادي الحكمة واضح الفائدة وسنضرب لذلك بعض الأمثلة. دبي يعني سبب وسدم أرمانجي قدين إسلامي موضوع التشريع تعدد زواج القل ديجن سيجن تشارجن دبي هن مبررات هنا أسباب وينا هشكرنج هر كثيرة هر كسكاري وان أسباب ببيني دبي وسأضرب لذلك بعض الأمثلة أذهن اشترهنك نمونا بيجم يك دبي رجل عنده نهم في النساء زلامكي يعني بعربي جرد بيجن نسوانجي يعني عاشق بيركة وعنده امرأة عزوفة عن الرجال وجمونا بيركك هيا داخوازيها ويد زلام دنينا إما فطرة أو لمرض ينجي خذ تعالى أو دايا أفبرك هنا دلي ويد زلام دنينا ينجي نتيجة نخوشيك نتيجة نصاغيك. بيجي سؤال بك فهل الأفضل أن يزني هذا الرجل فيضيع الدين والمال والصحة يعني باشا جو أفزلامي هانا أبيغو خذ تعالى قوتك جنسي دايدا بيركا ويجي وينا ناخوازي يان خذ تعالى أو دايا جو ناخوازي زلاما يانجي نتيجة نساغيك بلا أفزلاميها هانا هري الزناي بكي جو ديني وينا مالي وينا تندرستيا وينا حمو ونضا ببي يانجي المال أخوار ونشتي بخوا بكريت نابينا چار ديوارا دا يانجي هر زواج بك بيركا كدي بشرط جو كاربي بهر أركو واجبات خرابي دبي ولا شك أن الحل الثالث هو الأفضل لهذا الرجل وأنفع للمجتمع وأطهر حل أساسية جو هر زواج بك القلب بيركا ددوا بشرط جو كاربي بأركو واجبات خرابي باش جويرش بيركرش جفاتيرا يا ددوا دبي اندلعت نار الحرب شر شيبوا والحروب أصبحت اليوم سنة الحياة إيرو جي شر راستين يعني جهة خده يقوتن يعني شر إيرو بنا يعني تشتكي طبيعي دجيانا مدى أم جي شركي كفنا شركي دي فأبادت الكثير من الرجال قالك زلام مرنا يعني إيرو السوري وندبين الوضع شاوية أو شوهتهم يعني جي الشكل وانا إنما برنجك جوان تيكرن وأصبح عدد النساء وافرا يزيد على عدد الرجال كثيرا
جمارة بيركا بقلك جمارة زلاما تشيبوا. فهل من الخيرة للنساء أن يقتصر كل رجل على زوجة واحدة وتبقى كثرة كاثرة من النساء محرومة من عطف الرجل المعيل ومحرومة من إنجاب الولد الذي لا تجد غيره معينا ومعيلا عند كبرها، مما قد يضطرها إرواء لحاجتها إلى ارتكاب الإثم والفواحش. بما باشا دوێ ژمارە پیرەکەی گەلکدا نەتیجا گۆشەڕێک چێ بووە زلام گەلک بوو. نازم دکم ینی الگۆری ئەگەر معلوماتی من ینی مشبیر نەکرد بێ مخۆندیە جارەکێ حتا ئەڵمانیا دا پشتی شەڕێ جیهانی ئێد دووادا زلام گەلک چوون ینی بەرکی ژبیلی دەستێن غەریبی گۆشدەربێ ئەڵمانیا هاتن ژمارە هەری گۆل ئەڵمانیا مابوو يعني جن بون ايجو المانيا ابا كرنا. فدبيجي باشا جو هر زلامك بجلجم وينا بيركك تاني هبي واوقا بيرك دي محروم ببن جزلامه محروم ببن جزلامه جو باركو يعني حتى لا موضوعي جنسي موضوعي نفقته موضوعي انجابه زاروكا يعني برا محروم بمن وبيرك هنا وقت جو بخوازي او شهوتا جو خدي تعالى دايه هر انسانك برا هرب نتدريه حراميه درباس بكي جواب جدي مؤلف أم الأفضل أن نبيح للرجل أن يضم إليه أكثر من زوجة في ظل رعاية شرعية كاملة. ينجي باشا برهر زلامك زيدي بيركك حتى شهر بيركة دبن سيبرا فقهيدا دبن سيبرا إسلامي دا بإننا لا نظلم المنطق والحق في شيء إذا قلنا أن التعدد في مثل هذه الظروف يعتبر عملا إنسانيا تفرضه المروءة والغيرة. دبيجي يعني جو ام ظلمين ناكل لصار منطقي يعني نتشتكي غريبه جو ام بيجن يعني دفان حالتا دا تعددا جنا تشتكي قالك باشا خزمتها انسانيتي ديا خزمتها بشريتي ديا. ولا نخالف الواقع اذا قلنا ان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحدة من نسائه كان معظمه من هذا النوع الإنساني الشريف. بأغلب زواجها بيخنبر عليه الصلاة والسلام أو جمارة قلك يقول بيخنبر زواج كريا القلجنا بأغلب ويناد كفنا بن سيبرا فان حكمتها دا. لقد هاجر بعضهن وحيدة وتركت أهلها يعني هناك جوانا بتناخذ شونو بأهل من دبيقوا إشارات دبك البال أم حبيبة بيركا بيخمبر أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. رملة كتش أبو سفيان خوها معاوية أبي سفيان إسلامي ونا عبيد الله بن جحش تركا ونا كربو في الله وأوتني مسلمان ما. فبيخمبر عليه الصلاة والسلام جواب بشجرتية كجيرة وهم قوتك بدي بابي ونا بيخمبر عليه الصلاة والسلام زواج كريال قال كتش أبو سفيان أم حبيبة. حتى أبو سفيان وقت جو خبر زواجه بيخمبر عليه الصلاة والسلام جرى هاتية يعني نتيجة جو أبو سفيان سر كفري بوجي أبو سفيان برسبا خلكي دايا قوتيا هو الفحل لا يجدع أنفه أفبرانا ينجي أمبيجن أفنيرا حيواني النورمال تي قوتن حيواني نير ينجي بران نيري جو بهفلا وينا ليدان لينا كذي. طبعا أبنا مثلك الزمان عربي دايا مقصد بي أوا حيواني نيري جو يعني لاشي وينا صستي خدان نخوشي وقت جو خستبا باز ببازي لسر حيوانا مي ايش فان دستي خول بهفلا وي حيواني نخوش ديكش بو خاطري جو خوشوي حيوانا مي بدي آلي. فأبو سفيان دي بيجد بأفبراني جو دست البهفلا وينا ناكذ يعني جهة سر بلنداية. أو مات عنها زوجها شهيدا يعني يكجوان يعني أرمانجي جو بيخنبر عليه الصلاة والسلام زواج كريا القلوانا جوزلامي وينا شهيد كت وفاة كريا وتركها أرملة من غير معيل. فخف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجدتها وضمها إلى بيته. أبناجي بحثا يعني أم المؤمنين زينب بنت خزيمة دكي دمي جو زلامي وينا وفاة كرب يعني زلامي وينا عبد الله ابن جحشة براي بيركا أول عبيد الله بن جحشة. وبيخنبر عليه الصلاة والسلام طبعا بخوها وارج يسوجيا زينب بنت جحش. غزوة دشر أحد ده عبد الله بن جحش وفاة كريا. فبيخنبر عليه الصلاة والسلام بيشتي شهادته وينا بزينب رزواج كريا. دي بيجي بردوامتك إيه مؤلف ولما حرمت أوروبا المسيحية التعدد فماذا جنت غير الخيانات الزوجية أو العذاب النفسي أو الحرمان لكثير من الزواج. بأوروبا يعني بيشتيقوا يعني مواضيع تعدد الزوجات بطال كريا
يعني تشد جفاتي دا تشيب وش بيلي قو اف خيانات زوجي يانجي او عذابا نفسي قوش قالك انسان را هاتي يكرن امل في قدر يتسكن يعني وقت ما درباس بو يعني سؤالي وهبن قال لي خورتا كرمكن